في قبور معروفة وقبور مجهولة، بس في قبر واحد بالذات حير الدنيا كلها. قبر اتبنى لأعظم سلاطين الدولة العثمانية، لكن لحد النهاردة محدش عارف هو فين. سليمان القانوني، السلطان اللي حكم امبراطورية بتمتد من المجر للهند، اللي قعد على العرش 46 سنة كاملة ومات في أرض المعارك، لكن مكان قبره اتحول للغز كبير بيقلب الدنيا كل شوية. راجل كان بيحكم 3 قارات وجيوشه داست أوروبا وآسيا وأفريقيا، بس الغريب إن جثته لحد النهاردة محدش عارف مكانها. مين خبى القبر بتاعه؟ وليه كل ما حد يقرب من مكانه تحصل كوارث؟ حكايات مرعبة وأساطير بتقول إن اللي هيفتح القبر ده بالذات هتحصل له نهاية مأساوية. ليه المقبرة بتاعت سليمان القانوني دي بالذات اتحولت للغز كبير؟ ومين اللي خباها؟ وايه علاقة بقى كل اللي بيحصل ده بخاتم سيدنا سليمان؟ وايه علاقة السلطان المجنون والمخابرات العثمانية والرهبان بكل اللي حصل؟ الاعلام اتكلم والجرايد اتكتبت والباحثين دوروا، لكن الحقيقة تحت الارض بتتكشف. استعد انك هتسمع حكاية اكبر من مجرد مكان قبر. دي حكاية فيها اسرار مدفونة وابتدت تتكشف دلوقتي علشان تكشف عن المخطط اللي بيحصل دلوقتي. وعشان تعرف سر الحكاية تابع معايا. السلطان العاشق للحرب سليمان القانوني ما كانش مجرد حاكم عادي، ده كان ماكينة حرب ماشية على رجلين. من أول ما تولى الحكم سنة 1520 وهو ما بيقعدش في القصر بتاعه، يا إما بيحارب يا إما بيجهز لحرب يا إما راجع من حرب. فتح بلجراد ووصل للمجر وخلى أوروبا كلها تبص للدولة العثمانية برهبة كبيرة. بس مع كل القوة دي كان في جزء جواه بيخاف من حاجة واحدة، الخيانة. عاش سليمان القانوني طول عمره يشك في كل اللي حواليه، لدرجة انه قتل اقرب الناس ليه. اي حد كان يشك او يظن انه عينه على الكرسي بتاع الحكم كان يخلص عليه، لحد لما مات ابنه مصطفى، اللي كل الناس كانت شايفة ان مصطفى ابنه هو احق واحد بالحكم بعد ابوه، عشان طبعا بمجرد ما يموت الدنيا تولع. الناس كلها شاورت وقالت اكيد سليمان القانوني هو نفسه اللي دبر موت ابنه. ومن وقتها ابتدت الكراهيه تكتر في قلوب كتير داخل الدوله العثمانيه. وتيجي بقى اخر حمله لسليمان القانوني واخر انفاس ليه في الدنيا، وبالتحديد سنه 1566 وكان عنده 72 سنه. قرر سليمان القانوني انه يطلع حملته على المجر، وبالرغم من انه كان مريض جدا ومرهق جدا جدا، بس كبرياءه وتاريخه العسكري ما كانش يسمح ابدا انه يبان انه ضعيف حتى قدام الموت. وفي عز الحرب وبالتحديد قبل دخوله لمدينه سكتوار حصلت الكارثه، السلطان مات. عشان هنا يبدأ الغموض. الناس اللي حواليه خافوا يعلنوا خبر وفاته عشان ما يحصلش انهيار في الجيش، ده سليمان القانوني مش اي حد. فقرروا ان هم يخبوا خبر وفاته عن الجميع، لدرجة ان هم فضلوا يدوا اوامر باسم السلطان العظيم سليمان القانوني وهو ميت وكأنه لسه عايش، بس الجثة بتاعته كانت معاهم وفضلت معاهم طول الفترة اللي كان الجيش محاصر فيها المجر. وبمجرد ما يفتحوا المدينة ويدخلوها عملوا حاجة غريبة جدا، راحوا في مكان كده على جنب قدام الجيش كله ودفنوا حاجة غريبة كانت معاهم. ومحدش من الجيش سأل هي ايه دي بالظبط. كبار رجال الجيش خدوا حاجة ودفنوها ايا كانت هتطلع ايه بقى. هل هي احشاء السلطان سليمان القانوني ولا جثته كلها ولا ده كان مجرد تمويه للخبر اللي هيطلع كمان شوية؟ طب والمكان بقى اللي حصل فيه الدفن ده اتحول لمزار بنى حواليه تربة أو مقام صغير عشان بمجرد ما يعلن عن النبأ الحزين الكل يتوقع إن أكيد دي جثة سليمان القانوني، ويتم الإعلان عن وفاة السلطان العظيم سليمان القانوني رسميا. وطبعا الكل جا في دماغه إن يمكن يكون اللي اتدفن ده هو السلطان نفسه. لحد كده تمام؟ لا مش تمام، ركز شوية في اللي جاي. بعد وفاة سليمان القانوني الناس كلها كانت فاكرة إن السلطان العظيم سليمان القانوني اللي اتدفن بره أرضه هيرجع بقى لإسطنبول وتعمل له جنازة تليق بمقامه، او على الاقل هيدفن جنب المسجد اللي بناه بنفسه في اسطنبول. بس الحقيقه كانت غير كده خالص. الحرس الخاص بتاعه ومعاهم طبيبه الشخصي عملوا حاجه عجيبه، خدوا الاحشاء بتاعته ودفنوها في ارض المعركه وقالوا احنا دفناها في مكان سري غير المكان اللي شفتونا بندفن فيه، وقالوا ان الجثه الاساسيه انتقلت معانا لاسطنبول واحنا راجعين. فالناس قالت خلاص طالما الجثه رجعت اسطنبول يبقى الحاجه اللي انتوا دفنتوها قدامنا هي دي احشائه، عشان كده ابتدوا يزوروها. لكن بعد سنين وسنين لما الباحثين والرحالة ابتدوا يهتموا بالموضوع ويدوروا على التربة اللي اتدفنت فيها الأحشاء لقوا إن المكان اختفى تماما، ما بقاش ليه أي أثر، لا مقام ولا ضريح ولا حاجة مكتوب عليها اسم السلطان ولا حتى غيره. إزاي؟ طب إيه اللي حصل؟ لدرجة إن هم حفروا في المكان اللي يشتبه إن تم الدفن فيه وما لقوش أي حاجة. وتطلع رواية بتقول إن في سلطان جه بعد منه وخاف إن المكان ده يتحول لمزار أو مركز قوة تهدد سلطته فأمر بإزالته. ورواية
تانية اغرب بتقول ان المكان اللي اتدفن فيه تحت الارض اتحط فوق منه دير مسيحي عشان محدش يوصل له ابدا. واسوأ جزء في اللي اتقال كله ان في ناس قالت ان كل ده حصل بمساعدة جواسيس اوروبيين خدوا الجثة بتاعت سليمان القانوني علشان يحنطوها ويحللوها ويكتشفوا اسرار قوته الرهيبة، علشان تبدأ رحلة البحث عن المقبرة الملعونة ونوصل لأوائل التسعينات من القرن الماضي، وتبدأ رحلة البحث بقوة عن المقبرة الملعونة اللي اتقالت عليها أساطير بتاعت سليمان القانوني. يطلع مجموعة من الباحثين الهنجريين والأتراك ويبدأوا يدوروا على المقبرة الغامضة بتاعت سليمان القانوني، يشتغلوا بأدق الأجهزة الموجودة، اشتغلوا بالسونار بتاع الحفريات، وراجعوا كل الخرائط القديمة. ولما وصلوا لمنطقة سكتوار لاحظوا حاجة غريبة جدا، في مكان معين في بقايا حاجات وأشلاء شبه المقام، وجنبه آثار جدران، ولقوا مدفون على جنب شوية كتابات بالخط العثماني. بس الغريب والمريب إن كل ما حد يقرب من المكان ده تحصل له مصيبة. باحث منهم مات فجأة، واللي بعده جاله شلل مؤقت، والتالت اختفى في ظروف غامضة، عشان يتقال بعد اللي حصل إن دي لعنة السلطان سليمان القانوني لكل من حاول أن يقترب أو يبحث عن مقبرته، لأن المقبرة دي مش مدفون فيها جسد، دي مدفون فيها أسرار الدولة كلها. الناس ابتدت تتكلم، ناس قالت إن المقبرة مش مجرد ضريح، دي خزنة أسرار فيها وصايا السلطان وكنوز من الحروب ومخطوطات ممنوعة، واللي هيقراها هيكتشف مصايب كبيرة. وناس تانية قالت لك لا، سليمان القانوني طلب بنفسه إنه يدفن في مكان محدش يعرفه إلا الخادم الأمين بتاعه اللي اختفى بمجرد الإعلان عن وفاة السلطان. وتطلع واحدة من النظريات الغريبة وتقول إن جسد السلطان سليمان القانوني ما خرجش أصلا من المعركة، وإن كل اللي رجع لإسطنبول كان تابوت فاضي. وتظهر ورقة مؤخرا أثرية عثمانية قديمة مكتوبة بخط أحد القادة العسكريين بيقول فيها الجسد دفن حيث ارتوت الأرض بدماء الأعداء، يعني مكان القبر الحقيقي في ساحة المعركة نفسها. طب والسلطان سليمان فين؟ فضل اسمه محفور في التاريخ، بس جسده مدفون في مكان محدش عارفه، يمكن يكون تحت رجلك وانت ماشي في شوارع أوروبا، يمكن يكون في قلب دير مهجور، يمكن يكون في أرض لسه بتصرخ عن أسرار وخبايا مدفونة جواها. طب هو احنا ليه بندور على قبره أصلا، أو هيفرق معانا في إيه؟ السؤال هنا مش بس فين القبر، السؤال الحقيقي هو ليه كل الناس نفسها تعرف مكان القبر؟ يعني إيه اللي هيحصل لو عرفنا واحد توفاه الله ومدفون؟ هو مجرد قبر ولا في حاجة تانية مستخبية جواه؟ الحكاية مش مجرد حنين لتاريخ ضاع ولا مجرد فضول، في شائعات بتقول إن في وصايا سرية مدفونة مع الجثمان كان بيستخدمها سليمان القانوني نفسه في فتح كل القارات اللي فتحها، وصايا كتبها سليمان القانوني بنفسه فيها معلومات خطيرة عن أحداث حصلت وبتحصل، خرايط قديمة وأثرية لطرق سرية تدخلك ما بين القارات بمنتهى السهولة والبساطة، وأماكن تواجد الذهب في العالم كله، وأماكن دفن الكنوز اللي خرجت من أوروبا بعد الحملات اللي حصلت. في ناس تانية بتقول إن مع الجثمان مدفون صندوق خشب جواه خاتم سليمان، والخاتم ده هو اللي كان بيمنحه قوة رهيبة فوق الطبيعية. خد بالك، ده مش خاتم سيدنا سليمان زي ما بيتقال، ده خاتم باسم خاتم سليمان بيحمل نقوش غامضة، هكذا قالوا، والنقوش دي ما فهمهاش حد غير سليمان القانوني، وهي دي كانت سر قوته الرهيب اللي كان بيخليه يدخل أي دولة بمنتهى البساطة. وتطلع رواية أغرب وتقول إن تحت مقبرة سليمان القانوني في سرداب، والسرداب ده متوصل بشبكة أنفاق سرية بتوصل لأماكن خارج حدود تركيا نفسها، أنفاق بيستخدمها العثمانيين لحد دلوقتي في تهريب الأسرار والكنوز وقت الحروب ووقت الأزمات. علشان كده كل اللي حاول إنه يلاقي القبر ما كانش بس بيدور على جثة السلطان الله يرحمه مات، ده كان بيدور على سر الإمبراطورية كلها، عن كنوز لا حصر لها. وعلشان كده لما حد بيقرب من الحقيقة بيحصل له حاجة غريبة، مصايب بقى ولعنة وموت مفاجئ، وأكيد دلوقتي أنت فاهم ليه، ولا كأن القبر نفسه مش عايز حد يكتشفه. وفي يوم من الايام يطلع صحفي تركي قديم ويقول جمله غريبه في حوار تلفزيوني قلبت الدنيا كلها، اللي يلاقي قبر سليمان القانوني ممكن انه يغير مجرى الشرق الاوسط كله. والناس ضحكت طبعا، بس الراجل كان بيتكلم من واقع ابحاث علميه غريبه ومعلومات محدش يقدر ينفيها. الاعلام الغربي بقى من فتره قريبه ما قالش ان الكلام ده تخريف واحنا مالنا وماله، ده بالعكس، قناه المانيه عملت تقرير بعنوان ويرث سليمان القانوني، وجابوا في التقرير دون صور
بالاقمار الصناعيه ورسومات قديمه وغريبه وتقارير استخباراتيه متسربه. والله تقارير استخباراتيه مسربه يلي بتقول مالنا ومال القبر. وتطلع مجله فرنسيه اتنشرت سنه 2017 بعنوان سر السلطان الغامض، وقالوا ان اطراف كبيره في اوروبا مهتميه جدا بمعرفه مكان قبر سليمان القانوني. مش بس اهتمام تاريخي، لا ده اهتمام استراتيجي. ليه؟ علشان ببساطه هم اتاكدوا ان سليمان القانوني مدفون معاه وثائق بتثبت ان في اراضي في البلقان واليونان والعراق كانت تحت السيطره العثمانيه والعربيه، وبترشد عن اتفاقيات مخفيه ممكن تغير وجه خرائط سياسيه ودوليه كامله. وتطلع سنه 2014 قصه غريبه جدا تقول فريق اثري نمساوي قال لهم انهم لقوا اثر شبه المقبره الملكيه وفي بقايا حجريه شبه اللي كانت في مقابر السلاطين العثمانيين في التوقيت ده. وبعديها بكام يوم الفريق انسحب فجاه، وقالوا لدواعي امنيه اتلغى السفر بتاعهم والموقع اتقفل واتحط عليه حراسه مشدده دون ذكر اي سبب رسمي. كل ده خلى الناس كلها تقول هل في جهه مش عايزه القبر ده يتعرف؟ مين مستفيد ان سر سليمان القانوني يفضل مدفون؟ واكتر حاجه غريبه ان اي حد يتكلم عن مكان القبر يلاقي نفسه في وش ازمه، اما يتهموه بالجنون او يختفي من الساحه خالص. وفي حكايات تانية طالعه تقول ان في شيخ صوفي طلع في القرن ال18 ألف جلسه من الجلسات من يحاول نبش قبر السلطان تنبش روحه قبل جسده، والناس ساعتها قالوا دي مبالغه كبيره. بس بعد السنين اللي عدت دي كلها واللي حصل دلوقتي وبيحصل لكل حد بيحاول انه يدور على مكانه، الكلمه دي بقت مرعبه بجد. بس السؤال اللي لسه بيطارد كل اللي بيحاول انه يدور على الحقيقه، هل فعلا اختار سليمان القانوني انه يختفي، ولا في حد اخفى جثته عمدا علشان يدفن معاه اسرار اكبر من انه كان مجرد سلطان؟ محدش عارف، لكن اللي متاكدين منه ان مقبره سليمان القانوني لسه حكايتها ما بدأتش.